الخطر من الداخل. حكيمي يهدد فوز ديمبلي بالكرة الذهبية. يمثل المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان تهديدا حقيقيا لفرص فوز زميله عثمان ديمبلي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام. ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن ديمبلي يبقى السلاح الأقوى لسان جيرمان في الموسم الماضي بتسجيله 33 هدفا و13 تمريرة حاسمة، لكنه لا يحظى بالدعم الإعلامي الكافي من إدارة بي اس جي. وأضافت أن الإدارة الباريسية حاولت تلميع ديمبلي بالسماح له بالظهور في المؤتمر الإعلامي الخاص بنهائي دوري أبطال أوروبا، والظهور بكأس البطولة في مراسم قرعة بطولة رولان جاروس، لكن النجم الفرنسي رفض الظهور في أحداث أخرى دعائية من شأنها أن تروج لفرصه في الجائزة المرموقة. ولفتت إلى أن ترشح أكثر من لاعب مدريدي مثل جودي بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وداني كارفاخال ساهم في تشتيت الأصوات العام الماضي وخسارة زميلهم فينيسيوس جونيور للكرة الذهبية أمام رودري نجم مانشستر سيتي الذي كان أقل تضررا من تشتيت الأصوات لتواجد زميليه إيرلينغ هالاند وفيل فودين بين أول 11 لاعبا. يسلط الضوء على حالة نادرة ومعقدة داخل فريق واحد، وهي تنافس النجوم على الأضواء والتقدير الفردي، في وقت تعد فيه الجوائز الفردية مثل الكرة الذهبية حساسة ومبنية بشكل كبير على الدعم الإعلامي، إضافة إلى الأداء. هدفا و13 تمريرة حاسمة موسما مذهلا. ورغم ذلك، يعاني من نقص في الدعم الإعلامي من إدارة باريس سان جيرمان. رفض ديمبلي المشاركة في بعض الفعاليات الدعائية، ما قد يضعف حضوره في سباق الكرة الذهبية.